النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت القهوة. هو تحسوه كده ما بين البسكوت وما بين البيتي فور. سهل وسريع، مش هياخد أي وقت في التحضير، وعشاق القهوة هيحبوه جدا. وميزة الوصفة دي كمان احنا مش هنحتاج لا مضرب كهربائي ولا عجان. أول حاجة هنحتاج كوباية من الزبدة الطرية خالص بالشكل ده، يعني 200 جرام. وهنضيف عليها نص كوباية من الزيت، يعني 100 جرام. وهنخلطهم مع بعض كده، يعني خلطة سريعة. احنا أصلا ممكن نحط كل حاجة على بعضها ما عدا الدقيق، بس احنا هناخدهم خطوة خطوة. بعد ما نضربهم كده لمدة نص دقيقة، هنضيف عليهم بيضتين، والبيضتين يكونوا كبار ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني نكون مطلعينهم من التلاجة قبلها بوقت كويس. وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان رشة الملح ما ننساهاش. وهنضيف عليها معلقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان، أي نوع تحبوه. طبعا لو حابين تقللوا مفيش مشكلة عن المعلقتين، بس هي المعلقتين مدية الطعم الحلو. وهنقلبهم مع بعض كده كويس جدا. حبيبات القهوة مش لازم تدوب تماما، يعني عادي جدا لو في بعض الحبيبات باينة، دي بتدي طعم في البسكوت كمان حلو قوي. انا كنت نسيت احط السكر البودرة، فهنحط كوباية وتلت من السكر البودرة، يعني 160 جرام. وهنقلبهم مع بعض كده بالمضرب اليدوي لغاية ما يبقوا بالشكل ده. بجد حرفيا الخطوات دي مش هتاخد معاكوا دقيقتين لغاية ما توصلوا للقوام ده. دلوقتي بقى هنضيف الدقيق. احنا هنحتاج 4 أكواب معيارية من الدقيق، يعني نص كيلو من الدقيق، ونكون نخلينه كويس. انا هضيف كل الكمية ما عدا حوالي كده نص كوباية، خليها على جنب، هنستخدمها حسب احتياج العجين. وهستخدم كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني 10 جرام. هنخلط البيكنج باودر مع الدقيق كده، وبعد كده هنخلط كل المكونات مع بعضها بالراحة. يعني احنا مش بنعجن، مجرد بس بنلم كل المكونات لغاية ما الدقيق بتاعنا ما يختفي تماما. انا هنا لاقيها طبعا طرية زيادة، فضفت بقية كمية الدقيق، فانا كده استخدمت النص كيلو كله من الدقيق. ناخد بالنا لو احنا في الصيف يفضل ان احنا ما نشتغلش في المطبخ، عشان سخونة المطبخ بتأثر على العجينة بتاعة البسكوت. لو قوام العجينة معاكو زي القوام معايا بالشكل ده، يبقى نريحها في التلاجة 5 دقايق 10 دقايق لغاية ما نحضر الصواني ونشغل الفرن. لكن لو متماسكة عن كده شوية، تقدروا تشتغلوا في التشكيل على طول. وده طبعا بيفرق الصيف عن الشتاء. بالنسبة للقمع، أنا هستخدم القمع ده اللي هو 6 FT. ممكن تستخدموا أي قمع انتوا بتستخدموه للبيتي فور، عادي جدا. ناخد بالنا واحنا بنعمل الفتحة في كيس الحلواني ان لازم كل السنون تبقى باينة كويس عشان الرسمة تبقى مظبوطة. أبدأ بقى التشكيل. طبعا نخليها عالية شوية كده لفوق، عشان احنا هنعمل فيها فتحة كده في النص عشان التزيين بعد كده. بالنسبة بقى للصواني، احنا ممكن نحط فيها ورقة خبز او نشكل فيها على طول كده بدون اي حاجة، يعني بدون ورقة خبز وبدون ما ندهنها كمان، هي مش محتاجة. بعد ما بنخلص التشكيل بنضغط في النص كده بصبعنا عشان نعمل تجويف لتحت، عشان هنحتاجه لتزيين البسكوت بعد كده. ولو احنا في الصيف يفضل كمان نحط الصاج في التلاجة 10 دقايق قبل ما نخبزه. كده بعد ما خلصنا تشكيل كل الكمية، الفرن احنا نكون مسخنينها على 170 او 180 لو هي باردة شوية. بياخد 15 دقيقة، يزيد او يقل حسب طبعا الفرن بتاعتكم، ولو في مروحة شغلوها. ودي كده الكمية بعد ما خلصتها. انا عملت تقريبا 115 بسكوتة، وعملت حجمين، عملت الحجم الكبير ده، وكمان عملت حجم اصغر منه بالشكل ده. تقدروا طبعا تتحكموا في الحجم زي ما انتوا عايزين. البسكوت اول ما بيخرج من الفرن بيبقى طري شوية، بس بعد ما بيتعرض للهواء ويبرد كده شوية بنلاقيه مقرمش وهش زي ما انتوا شايفين كده. يعني بصراحة هو اقرب للبيتي فور عن البسكوت. بالنسبة بقى للتزيين، احنا بس هنجيب شوكولاتة ونسيحها كده، ويا ريت تبقى شوكولاتة بحليب، وهنحطها في الفتحة اللي في النص بالشكل ده عشان يدينا كأنها شكل وردة كده لذيذة جدا. الفتحة اللي هنعملها في الكيس نخليها رفيعة جدا، عشان نقدر نتحكم في كمية الشوكولاتة اللي نازلة منها، عشان ما تبهدلش بس البسكوت واحنا بنشكله. وهنسيبها بعد كده طبعا لغاية ما الشوكولاتة دي تتماسك تماما، قبل ما نحفظها في علبة تكون محكمة الغلق عشان تفضل معانا مقرمشة لغاية آخر واحدة. بجد شكلها يتجنن، ريحتها تجنن. وشكرا للشيف هبة، لان انا شفت الوصفة دي عندها ولما جربتها لقيتها تحفة. انا هنا حطيتها في علبة بلاستيك محكمة الغلق، حطيت تحتها كيس من البلاستيك، وفوقيها برضو كيس كده من البلاستيك، وهنقفلها ونشيلها. يلا بقى جربوها، وما تنسوش تبعتولنا صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.